السلام عليكم. أهلا بكم في عالم التطبيقات. لو أنت مهتم بالجديد والمفيد في عالم التطبيقات، تقدر دلوقتي تشترك في القناة وتفعل الجرس علشان يوصلك مننا كل جديد ومفيد في عالم التطبيقات، ونقدر نشرح لك ونديلك كل المعلومات اللي تهمك في حياتك، سواء عن التطبيقات المحلية أو التطبيقات العالمية أو تطبيقات العقارات أو السيارات أو التطبيقات اللي بتسرق بياناتك وبتستنزف حساباتك، وكمان تطبيقات التعارف. النهاردة هنتكلم عن تطبيق تولكا ايرن اونلاين. التطبيق ده بيخليك تقوم بمهام قصيرة وعن طريقها تقدر تكسب المال. تطبيق تولكا هو تطبيق لكسب المال عبر الانترنت دون اي استثمارات، يعني بيكلفك بمهام وانت بتكملها عبر الانترنت ويبعت لك فلوس عليها. اختار المهمة اللي تناسبك وكملها عبر الانترنت او حتى دون الاتصال بالانترنت. اي انسان ممكن يكسب المال عن طريق تولكا دون الحاجة لمعرفة خاصة. المهام بسيطة وما بتحتاجش الخبرة، يعني مثلا يكون اللي عليك ان يبقى معاك هاتف محمول تحمل عليه التطبيق، وبعدين تقدر توصل للإنترنت وتقوم ببعض المهام الميدانية اللي هيكلفك بيها. يعني مثلا تتحقق من معلومات عن بعض الأنشطة التجارية وتضيفها، تضيف صور، تضيف علامات على مداخل المباني، تتحقق من ساعات عملها، يعني أو لو وتعمل أوصاف دقيقة لموقع معين. بيطلب منك أنت تقدر تشاهد فيديوهات وتتعلم وتعرف ازاي ان انت تحط العلامة دي. لو كان هاتفك التليفون بتاعك ما يقدرش يشغلها، تقدر تستعلم عن كل في نتائج البحث عن اي مهمة من المهام اللي هيطلبها منك التطبيق. في وقت فراغك تقدر تكسب الاموال وتجني الاموال عن طريق التطبيق ده، عن طريق المهام اللي بيقدمها لك. وعلى فكرة التطبيق ده اللي بيثبته يا ريت المستخدمين ما يكونوش يعني أقل من 18 سنة قبل ما يثبتوه. وتقدر تسحب أموالك بالعملة المحلية باستخدام سكيرل أو بايونير. دلوقتي شغل وقت فراغك وتمتع بيه واكسب الأموال عن طريق التطبيق ده. أتمنى أكون وصلت لكم التطبيق بشكل سهل وبسيط، ويا ريت بعد تحميل التطبيق كل واحد يقول تجربته الحقيقية في التعليقات، سواء كانت التعليقات دي إيجابية أو تعليقات سلبية، وعشان كلنا نستفيد من التعليقات. ولو انت شفت الفيديو ده بعد فترة ولقيت ان فيه اي تعديل او تجديد او تحديث في التطبيق، يا ريت تبلغنا علشان نعمل لك فيديو تاني ليه ونوصله ليك تاني بشكل افضل. دلوقتي احنا بنطلب منك انك تشترك في القناة وتفعل الجرس علشان يوصلك مننا كل يوم كل جديد في عالم التطبيقات.